السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نديروا مع بعضنا بربي إن شاء الله لي تارتولات أو فخاس. ندير لكم أسهل تارتولات وأسرع تارتولات واقتصادية بربي إن شاء الله بمواد بسيطة ومتواجدة في كل بيت. هيا نبداو على بركة الله. هنا عندي مارغرين لابيل، هاني قسمتها على زوج، هذيك تاع 500. حطيت 250 غرام زبده تاعي، دوك نحط فوقها السكر نصف كاس، ونزيد نحط لها لافاني حوالي غرف صغيره، نزيد نحط حبه تاعي تاع البيض. نخلطوا المواد تاعنا بفوي ولا مضرب يدوي ولا اللي عندك. نبداو بشويه برك ما كاينش. بعد ما خلطت المواد تاعنا مع الزبده مليح تلقى نرجعو نحطولها فرينه، نشيحو بالفرينه. والان نشيحو بالفرينه، نحطو بشوي بشوي حتى نتحصلوا على عجينه مثل عجينه الصابلي. حتى نتحصلوا على عجينه طريه، ما تكونش طريه خلاص وما تكونش يابسه، عجينه طريه. نحطوها هنا، نجيبو عندنا دي مول هكذا هاهم صغار، هادو هما تاع لي طارطولات. دوكا نبداو نديرو في لي طارطولات تاعنا. انا درتهم في هذا المول، هادو لي مول ماهمش غاليين، انا شريتهم من عندنا بالفرنك الواحد، يعني 10 دينار الواحد. نديرو درت ديجا انا واحد زوج ولا ثلاثه هكذا، نضغطو على الجوانب مليح باه يلصقوا ويجيو مشكلين. ونحيو الزوائد هادو بالموس هكذا. نحيهم دركا نحكموا بالوحده وننقبوهم مليح هكا باه هما ما فيهمش الخميره، ولكن احتياط نقبوهم كامل. نزيد وحده معكم هكذا حتى لي كوطي وننقبهم داك خلصوهم. بعد ما نقبتهم كامل دوكا نحطهم في فرن على 180 درجه يكون مسخن من قبل. دوك الوقت اللي يطيب فيه الكاطو حنا نديرو الكريمه تاعنا. واش لازمنا؟ ساهله الكريمه تاعنا خلاص. عندنا 2 كؤوس من الماء، اثنين ملاعق نشا، 2 ملاعق سكر، السكر حسب الرغبة. والمكون الأساسي هو كيس فلون من نوع الفراولة. نحركهم مليح حتى يذوب هذاك النشا، ومن بعد نحطوهم فوق النار. ها طابولي كي طابولي من تحت
هان طيبين هايلين. زدت شعلت لهم الفوق. دركا الكريمه نكمل نطيبها ونجيب نحطها عليهم سخونه. هما نخليهم يبردوا وهي نحطها عليهم سخونه. هاي الكريمه مع الاول كي نعودو نطيبوا فيها تبان لنا شهبه هكا ببيوضه، وكي طيب تولي لنا حمراء. هاي بعد ما طابت الكريمه ولا اللون تاعها احمر شفاف، دركا نعمروا بها لي طاغطولات تاعنا. نعمروا لي طاغطولات تاعنا مليح. وبطبيعة الحال فراز هادوز فراز فراولة، راحين نزينوهم بالفراولة. حبات فراولة تاعي كبار، حبة في هكذا نديروهم حتى نخلصوهم كامل. انا عندي شويه تاع الكونفيتور راح ندير لهم كلينا باج هكا يولي الواحد يبريي الفراوله تبريي. انا كان عندي شويه كونفيتور تاع الفراوله، وهذه هي النتيجه النهائيه. وخليهم يبردوا باه تاكلوهم باه يحكموا روحو هذيك لا كريم. وما تنساونيش بالابونمون والجيم والبارطاج. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.